كالشبق العابث تتشكع بين أروقة الرحيل، كالباشق الجريح تسافر دون أرصفة للسلام، تغتال حبال الوصل وتقصف رعدا بالذكريات. يا صاحبي، وكلما ناديتك بكى البكاء لبكائي، وكلما رمقتك هدت الذكريات كياني، واختصر الحنين طريقا إلى فؤادي، وعادت مقطورة الذكرى لتدك طعون أوجاعي. قل لي يا صاحبي، ماذا لو سال الدمع على الوجنات؟ من يبرأ الدمع حينها؟ قل لي، ماذا لو طاردني شبح الانهيار خلف أورقة الضياع؟ أين ألوذ؟ وإلى أين المنتهى؟ قل لي، ماذا لو غادرت الطيور سمائي إلى أفق الحطام؟ من ذا يعيد غناء البلابل؟ كيف أرسم طريقا صرمدي العطاء دون يد تساند يدي إذا ما تعثرت بعثرة الفناء؟ قل لي، من ذا يرسمني على تفاصيل ملامحه لأرى الحقيقة بعد زوال السراب؟ من ذا يعيدني إلى التعقل بعد الجنون؟ بالله عليك، اسمع حديثي يا رفيقي، فهو يحمل نبرة واحدة معزوفة ذكرى بأوتار ملكتها لك. ولا تسلني إن كنت أشتاقك وأشتاق وصالك، بل انظر بين خطوط أكفك، ستجدني سجين أنازع الموت وينازعني. تنفس بعمق، ستجدني ذرة تصارع أخواتها لتدخل جوفك. أغمض عينيك فلن يغيب طيفي عن خيالك، وابتسم لقطرة المطر إن سالت وداعبت جبينك ووجنتاك. سلم عليها وامسحها برفق كما كنت تربت على كتفي حين ألوذ منه راعي العالم إليك. المس الهواء، ستشعر بوجودي حتما، فأنا جزء من كيانك، أنا بعضك، أنا كلك يا رفيقي، أنا أنت يا صفحة البياض. فلتجمع شتاتي ولتنثره فوق طبقات الألم المكين. إن قررت الرحيل، أشعل مصابيح الليل وسط ساعات النهار، فما عاد النهار نهارا في العيون. دثرني بدثار الذكرى، فالبرد سيخرق أنفاس الدفء حينها، ويفت ضلوع الحنين ليحتسي من ترياق الماضي وعلى حرارة أنفاسي ومشاعري. ارحل إن أردت، ولكن ليكن الرحيل إلى مواطن اللقاء لا إلى الهجران والضياع. ولتكن لي وطن، فأنا يتيم بلا أوطان، شريد أقطر وجعا كهتان، جرح أنا بملامح إنسان. فكن لي كما تكون لنا الأوطان. بقلم الأستاذة طفلة المجدل، أحلام طفلة.